السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد عند خوكم معاذ. اليوم جبت لكم واحد الفيديو جديد على الحالات ديال اللاعبين المغاربه او المحترفين المغاربه في الدوريات العالميه. فغنبداو اولا بالدوري الهولندي. في الدوري الهولندي المدافع بن عيسى بن عمر يسجل هدفا لصالح فريقه فولندام في شباك هيراكليس ضمن منافسة الدوري الهولندي الممتاز. كان يتمكن الدولي الأولمبي صهيب درويش من تسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة في المباراة التي انتهت بفوز فريق اكسلسيور على هرينفين بنتيجة 2-0 ضمن منافسة الدوري الهولندي الممتاز. تحصل أفضل تنقيط في المباراة هو 8.5. دابا غنمشيو للدوري البلجيكي. تمكن يوسف معزيز أنه يسجل الهدف الثاني لنادي أود هيرفلي لوفن في مواجهة ميتشيلن في الدوري البلجيكي الممتاز. المهاجم المغربي طارق تيسودالي يسجل الهدف الثاني لصالح فريقه جينت في شباك أوبين ضمن منافسة الدوري البلجيكي الممتاز. في أول مباراة له بالرقم 10 الجوهرة بلال الخنوس سجل هدف وقدم أداء جيد 3 بعد ما كان منهزم بثلاثية نظيفة ضمن الدوري البلجيكي، يعني أنه تمكن من أنه داروا عليه ريمونتادا وفضل تعلق ديال بلال الخنوس. واصلين في الدوري البلجيكي، سجل اللاعب المغربي الشاب محمد صلاح البقميري هدفين في المباراة التي انتهت بفوز فريقه رديف كلوب بروج على رديف ساندر دو لياج بنتيجة 4-1 ضمن منافسة الدوري الدرجة الثانية البلجيكي. غنمشيو دابا للدوري اليوناني عند المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي اللي سجل الهدف الأول لصالح فريق أولمبياكوس شباك كفيسيا ضمن منافسة الدوري اليوناني. وأيوب الكعبي راه كيبصم على موسم اللي رائع، حيث أنه استطاع يسجل في اليوروبا ليغ وكيسجل كل ماتش في الدوري اليوناني. نمشيو دابا عند حكيم زياش في الدوري التركي. حكيم زياش يسجل الهدف الأول لصالح فريق غالتا ساراي بطريقة رائعة في شباك اسطنبول باشاكشاهير. ما عندوش الزهر حيت الوقت اللي كيبدا كيجي الايقاع ديالو كتجي الاصابة وكترجعو النقطة صفر، وزائد انه هذيك المرة سجل هدف وتحسب الايكاردي حيت قاسها براسو يعني. ودابا ولا تيلعب 10 ما تيبقاش يلعب جناح، وقدم اداء اللي زوين، وكنتمنى انه الاصابة تكون خفيفة باش يرجع ويكمل لينا على الموسم اللي غادي بيه ان شاء الله. غنمشيو دابا للدوري الويلزي اللي جاو فيه مغاربه. هذا الدوري الويلزي الدرجه الاولى. سليمان العمري سجل هدف رفقة فريقه رودن تاون امام شيرك. غنمشيو دابا للدوري اللوكسمبورغي الممتاز. سمير حاجي سجل هدف رفقة فريقه اف 91 دي دجلانجي امام ديفيدرينج. هادو رسميات صعاب ديال الدوري اللوكسمبورغي ولكن اش غنديرو. وليد جرموني تسجل هدف رفقة فريقه بورغري نيدركورن سترانسين. عمر نتامي قدم تمريرة حاسمة رفقة فريقه بورغري نيدركورن أمام ستراسين. نمشيو دابا للدوري السعودي اللي فيه مغاربة تيتألقوا كل أسبوع وما واخدينش الإعلام، ما واخدينش حقهم من الإعلام والتطبيل ديالهم. فأسيس بالملي من المتعلق مراد باطنة اللي كيتعلق كل سيمانة هو كل جولة. المغربي الآخر مروان سعدان اللي سجل ضد الاتحاد، ولكن بمجهود ديال نقولو كونطي استطاعوا ان الاتحاد ترجع في الماتش وتربح ب2-1. فيصل الفجر حتى هو تمكن انه يسجل هدف، قدم تمريره حاسمه وتحصل على تنقيط في المباراه ب9.0. المغربي الاخر اللي هو جواد اليامي قدم اداء جيد وتحصل تنقيط 7.2 في المباراه ديالو. حارس المرمى منير المحمدي قدم اداء ممتاز وحقق الكلين شيت، كما تحصل على تنقيط 7.8. عبد الحميد الصابري اللي كان انتقال ديالو مفاجئ وما كناش بغينا ينتقل جوله الدوري، واستطاع انه يسجل الهدف الثالث لصالح فريقه الفيحاء في شباك الرياض ضمن منافسة دوري روشن السعودي. شو الدوري الاماراتي كما العادة سفيان الرحيمي كيسجل احد اجمل الاهداف الدوري الاماراتي هذا الموسم. وسفيان الرحيمي راه كل جولة كيقدم تمريرات حاسمة وتيسجل. سجل اهداف في المباراة، هدف رائع بمقاسية نصف هوائية وهدف عادي. نقلو دابا للدوري القطري. سجل أسامة طنان هدفين، بينما سجل المغربي الآخر مروان اللوداني هدف في المباراة التي انتهت بفوز فريقهم صلال على الأهلي بنتيجة 3-1 ضمن منافسة الدوري القطري. قدم اللاعب الدولي أشرف بن شرقي تمريرة حاسمة في أول مباراة له رفقة فريق الجديد نادي الريان في المواجهة التي انتهت بفوز الأخير على العربي بنتيجة 1-0.
ظهير أيمن في العالم أشرف حكيمي سجل الهدف الأول لصالح فريق باريس سان جيرمان في شباك مارسيليا من ركلة حرة اللي رائعة، ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة جدا. عرفتي بيت هارب بيت ديال السطح كيما البيت، وعاوتاني كان ماركا ضد بروسيا دورتموند كان دخل عليهم مشى للشبكة وماركا. نبيل علوي يمنح هدف تقدم لنادي لوافر في مواجهة كليرمون. بلال نادر 19 سنة لعب 10 دقائق مع مارسيليا ضد باريس سان جيرمان ولعب أناحي وحامين حارس كان احتياطي. ياسين بامو يسجل الهدف الثاني لصالح فريق أجاكسيو في شباك باريس اف سي ضمن منافسة دوري الدرجة الثانية. تمريرة حاسمة من الدول المغربي أميل وزاني تهدي فريقه غانغون هدف التعادل شباك لافال ضمن منافسة دوري الدرجة الثانية الفرنسي. الدين قنديل قدم تمريرة حاسمة رفقة فريقه إنسي أمام بو. نمشيو دابا للدوري الألماني فين عندنا تو فيه مغاربة اللي كيتألقوا كل أسبوع. الظهير الأيمن نصير مزراوي يشارك أساسيا في فوز بايرن ميونخ على بوخم في الدوري الألماني اللي فازوا عليهم بالسباعية، ويساهم بتمريرة حاسمة في الهدف السابع. كلين شيت وأسيست جعل المزراوي ينهي المباراة بتقييم 8.5 حسب مؤشر سوفا سكور الأرقام والإحصائيات. الدولي المغربي أمين عدلي كيسجل الهدف الرابع لصالح فريقه باير ليفركوزن للمدرب ديالو هو تشافي ألونسو تلميذ ديال مورينيو وديال غوارديولا وديال كارلو أنشيلوتي. استطاع أنه يسجل في شباك هاندهايم بطريقة مقايلة كما كنقولوا بلغة الكورة ضمن منافسات البوندسليغا. نمشيو دابا للدوري الإسباني. تمريرة حاسمة من عبد الصمد الزلزولي تهدي فريقه ريال بيتيس هدف التعادل في شباك قادش ضمن منافسة الدوري الإسباني. القسم الثاني ديال الدوري الإسباني المهاجم محمد بولديني يسجل هدف ويعطي فريقه ليفانتي التقدم على إندينسي بهدف نظيف. اللاعب السابق في البطولة المغربية هو هداف دوري الدرجة الثانية الإسبانية لحد الآن حيث استطاع تسجيل 5 أهداف. هو كان كيلعب في الرجاء شحال هادي وكان مشى واقيلا لطنجة ومشى للبرتغال ومن تما مشى لهذا النادي ديالو ديال دابا. سجل الدولي المغربي الأولمبي سليم الجباري هدفا في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه أتلتيكو مدريد الرديف مع النادي إيبيزا بنتيجة 3-3 من منافسات الدور الإسباني درجة ثالثة. والدري سليم الجباري خصو تعطاه فرصة باش يلعب مع المنتخب الأول ولا يكون معاهم كبديل حيت الدري كويره ديال بصح وديما تيماركي ديما تنقرا الاخبار ديالو تنتابع عمره ديما تيماركي. الياس الشاعره جناح 22 سنه مغربي حتى هو معار من خيرونه الميرانديس سجل الهدف الوحيد لناديه ضد ليغانيس برسم الدوري الاسباني الدرجه الثانيه في المباراه اللي انتهت لصالح ليغانيس 3-1. الياس لعب 68 دقيقه وتحصل افضل تنقيط في فريقه حسب مؤشر سوفا سكور 7.5. غنمشيو دابا لاحسن دوري في العالم اللي هو الدوري الانجليزي. الدولي المغربي سفيان امرابط يبصم على ظهور الاول في البريمير ليغ رفقه فريق مانشستر يونايتد. الحمد لله امرابط لعب الماتش الاول لعب اول دقائق ليه وراه كان لعب كمدافع. كنتمنى انه يقدم الاضافه للنادي ويحطه في السكه الصحيحه ويمشي يدي مع القاب ويفوز ويكون يبقى في التاريخ ديالو. سجل الموهوب المغربي يحيى الإدريسي 15 سنة 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في المباراة التي انتهت بفوز فريقه تشيلسي على نرويج سيتي بنتيجة 7-0 ضمن منافسة الدوري الإنجليزي الأقل من 17 سنة. والدري تو عاقل عليه راه جاي بالجد. يذكر أن يحيى يعتبر أصغر لاعب مثل المنتخبات المغربية بحيث تم استدعاء المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة ويبلغ من العمر 13 سنة فقط قبل موسمين يعني راه غوشوا ليه شحال هادي المنتخب وراه يلعب مع المنتخبات السنيه ديال الفئات السنيه ديال المغرب.